السلام عليكم أصدقائي. يعني صارت معي شغلة حبيت شاركها. هاي بيضة الحسون وحدة. بصراحة ما بعرف أي بيضة أي وحدة اللي باضتها، يعني طيرة ولا الطيرة الثانية ما بعرف. طلعت من هون عم بدور على البيضة الثانية مو موجود، فهلا حطيت إيدي هيك بحط إيدي، فعمقت شوي تحت العش ولا أشوف في بيض تحت القطن، يعني عبانين العش هدول جوز الجدد فوقهم. فهي صارت مشكلة يعني كتير، والطيرة اللي باضت هون قلعت من العش تبعها بعد ما خوفتهم هيك بعشاش، وهاي هي رجعت قعدت على البيض، بس ما مشي الحال. طبعا هلا حطار على البيض اللي تحت، بس هالبيضة انا ما بعرف لمين هي بالضبط، فراح طار على البيضة اللي تحت، وهي في بيضة من القديمين تحتهم، بيضة وحدة، وكمل اشوف بيضة مين هاي، يعني ما بعرف بيضة مين. بعدين برجع البيض بس لاتاكد انه الطيرة ترجع تبيض هي نفسها او لا. يعني شغلة غريبة انه طيرة تاخد عش طيرة تاني وتبني عش فوق البيض، تعيف البيض تحت وتبيض، او البيضة إلها او لغيرها. شاركونا الرأي، شاركونا الفيديو يا شباب، للكل يستفيد، وشاركونا اذا حدا صايرة معاه هيك شغلة، الطيرة صارت تبرك هنيك هلا رجعت بركت فوق. على ما اعتقد هاي هي اللي تركت العش، اللي تقلعت من العش هذيك هي فوق قاعدة بدون عش. ما بعرف إذا بايضة هنيك ولا لا، هي تريد تبيض لأنه فرجعت على عشها القديم، فما بعرف إيش وضعها، هل بدي أطلع أطلع فوق أو تريد تبيض، ما بعرف عم تلعب بالعش. شاركونا رأيكم، شاركونا إذا حدا الفيديو على أوسع نطاق يا شباب، حتى الكل يستفيد، حتى نشوف التجربة يعني توصل للكل، يعني حدا صار معاه هالحالة أو لا. هلا أنا راح أطالع على البيض طبعا تحت، هو إذا ما بعرف إذا يبين، فكيت العش شوي لقيت حطيت إيدي بيض تحت مو بين صاير تحت العش. راح أطالع على البيض هلا ونشوف إيش راح يصير، ونتوكل على الله. السلام عليكم.